السلام عليكم. يحتفل الشعب المغربي بالذكرى 69 لعيد الاستقلال المجيد الذي جسد أرقى معاني التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي في ملحمة الكفاح عن وحدة الوطن وسيادته ومقدساته. وتعتبر هذه الذكرى المجيدة محطة راسخة في تاريخ المملكة وفي وجدان كل المغاربة لما تحمله من دلالات عميقة وقيمة رفيعة، ومناسبة لاستحضار السياق التاريخي لهذا الحدث العظيم الذي يعكس الوطنية الحقة في أسمى وأجل مظاهرها، ويجسد انتصار إرادة العرش والشعب والتحامهما الوثيق للتحرر من الاستعمار. ومن أبرز المحطات التاريخية التي ميزت مسار الكفاح الوطني الزيارة التاريخية التي قام بها أبو الوطنية وبطل التحرير الملك الراحل محمد الخامس إلى طنجة يوم 9 أبريل 1947، تأكيدا على تشبث المغرب ملكا وشعبا بحرية الوطن ووحدته الترابية وتمسكه بمقوماته وهويته. ومن روائع الكفاح الوطني ما قامت به الحركة الوطنية مع مطلع الثلاثينيات بالانتقال إلى النضال السياسي والعمل الوطني الهادف بالأساس إلى نشر الوعي الوطني وشحذ العزائم وإذكاء الهمم في صفوف الشباب وداخل أوساط المجتمع المغربي بكل فئاته وطبقاته. كما عملت الحركة الوطنية على التعريف بالقضية المغربية في المحافل الدولية، وهو ما كان له وقع الصدمة على الوجود الأجنبي الذي كان يواجه النضال السياسي الوطني بإجراءات تعسفية ومخططات مناوئة للفكر التحرري الذي ثبتته الحركة الوطنية بتفاعل وتناغم مع أبي الأمة وبطل التحرير والاستقلال المغفور له الملك محمد الخامس. ولم يفلح المستعمر في وقف هذا المد النضالي الذي ترسخ آنذاك في أعماق كل المغاربة، على الرغم من نفي الملك محمد الخامس رفقة أسرته الشريفة كرسيكا ثم إلى مدغشقر، وهو ما تجلى من خلال الانتفاضة العارمة التي شهدتها في أعقاب ذلك كل المدن والقرى المغربية. فقد شهدت كافة ربوع المملكة الكثير من المعارك البطولية والانتفاضات الشعبية التي جسدت مقاومة أبناء الشعب المغربي للوجود الأجنبي وهيمنة الاستعمار. من أبرزها معارك الهري وأنوال وبوغافر وجبل بادو وسيدي بوعثمان، وانتفاضة قبائل آيت بعمران والأقاليم الجنوبية، وغيرها من المحطات التاريخية التي لقن فيها المقاومون للقوات الاستعمارية دروسا بليغة في الصمود. وفور عودة الملك محمد الخامس رفقة أسرته الملكية يوم 18 نوفمبر 1955 من المنفى إلى أرض الوطن، أعلن العاهل المغربي عن انتهاء نظام الحماية الفرنسية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال، مجسدا في ذلك الانتقام من معركة الجهاد الأصغر إلى معركة الجهاد الأكبر وانتصار ثورة الملك والشعب. وشكل الاستقلال نصرا مبينا وحدثا تاريخيا حاسما توج بالمجد مراحل الكفاح المرير الذي تلاحقت أطواره وتعددت صوره وأشكاله في مواجهة الوجود الاستعماري المفروض منذ 30 مارس 1912. ودخلت المملكة المغربية في حقبة جديدة تمثلت في المقولة الشهيرة للملك الراحل محمد الخامس طيب الله ثراه: لقد خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، حيث انخرطت المملكة في العديد من الإصلاحات التي أطلقها أبو الأمة، وهمت كل القطاعات الحيوية من أجل بناء المغرب الجديد ومواصلة ملحمة تحقيق الوحدة الترابية
وسيرا على نهج والده خاض الملك الحسن الثاني معركة استكمال الوحدة الترابية، فتم في عهده استرجاع مدينة سيدي إفني في 30 يونيو 1969 واسترجاع جميع الأقاليم الجنوبية بفضل المسيرة الخضراء. إن الاحتفال بعيد الاستقلال يمثل لحظة للقيام بوقفة تأملية تستحضر تاريخ المغرب الغني بالأمجاد وبالمحطات المشرقة من أجل الذود عن مقدسات البلاد، ومناسبة لاستلهام ما تزخر به هذه الذكرى من قيم سامية وغايات نبيلة لإذكاء التعبئة الشاملة وزرع روح المواطنة وتحصيل المكاسب الديمقراطية ومواصلة مسيرة الجهاد الأكبر وتثبيت وصيانة الوحدة الترابية للمغرب وربط الماضي بالحاضر المجيد والمستقبل الواعد. على مرجو متابعة رحلة خواطر، وشكرا.